أهلاً يا جماعة. النهاردة معانا قصة مش عادية خالص، مزيج بين الحب، الخيانة والانتقام بشكل هيخليك مش قادر تتوقع أي حاجة. حكاية راجل عايش في جواز شكله من بره مثالي وهادي، لكن من جوه كله ضغط، سيطرة وكراهية مخبية. ومع الوقت بيظهر طرف تالت يدخل بينهم ويقلب كل الموازين، ويحول العلاقة من مجرد جواز فاشل للعبة خطيرة مليانة خطط، خداع وأسرار. ما نطولش كتير، يلا بينا نبدأ. بتبدأ القصة مع يان شياو. من بره كان بيبان إنه بيحب مراته جدا، لكن من جوه كان كارهها بشكل كبير، لدرجة إنه كان محتاج ياخد أدوية عشان يستحمل حياته. ومع كده ما كانش يقدر يطلقها، لأن مراته كانت مثالية زيادة عن اللزوم. كل صباح هدومه بتكون متجهزة بعناية وفطوره جاهز، ومن بره شكلهم عايشين حياة سعيدة. لكن هو كان حاسس باختناق ودايما عنده رغبة ينهي كل ده. حياته بقت لا تحتمل، حتى أبسط الحاجات كانت متحكم فيها. ما كانش مسموح له يقف وهو بيقضي حاجته، لازم يقعد، وحتى وهو بيغسل سنانه لازم ينحني بزاوية 90 درجة عشان ما يبهدلش المكان. حتى لو حط الجزمة في مكان غلط مراته كانت بتزعق له، وهو كان حاسس بالعجز التام، لأن كل ده بسبب إن مراته ورثت ثروة ضخمة وهو مجرد صاحب كافيه بسيط. في يوم بعد ما خلص شغله، مساعدته سون مي كانت مستنياه في العربية بقالها وقت، ومع إحساسه بالوحدة العلاقة بينهم قربت وبقوا على علاقة، خاصة إنه بقاله سنين ما بيشاركش مراته نفس السرير. بعد علاقتهم يان شياو حس إنه لسه مش راضي، ففكر يهرب مع سون مي، لكنها سخرت منه بسبب فلوسه قليلة، وقالت له إن الحل الوحيد هو إن مراته تموت عشان ياخد فلوسها. بعدها طلعت له سم خطير لو اتحط في النبيذ الأحمر بيخلي الضحية يرجع دم ويموت خلال يومين من غير ما يبان في التحاليل. سون مي سابت القرار في إيده، وفي نفس الوقت مراته جاك كينج بدأت تحس بخطر غريب، كأنها حاسة بحاجة جاية. يان شياو فعلا حط السم في النبيذ وبدأ ينفذ خطته، ولما رجع البيت لاحظ شخص غريب لكنه تجاهل الموضوع. لكن أول ما دخل اتصدم لما شاف دم على الأرض، وطلع يدور على مراته لكن اختفت تماما، وفجأة لقى رسالة بتطلب فدية ضخمة مقابل حياتها. هنا فهم إنها اتخطفت، وبص على النبيذ المسموم بابتسامة لأنه مناسب للي هو عايزه. بلغ الشرطة، لكن التحقيق ملقاش أي آثار مقاومة، وده خلى الشك يقع على شخص قريب منها. أحد الضباط بدأ يشك فيه، خاصة لما لاحظ توتره. وبعد ما الشرطة مشيت، يان شياو حس بحرية لأول مرة من سنين، بقى يعمل كل حاجة براحته من غير قيود. لكن المفاجأة جت تاني يوم لما وصلته رسالة فيها ضفر من مراته كتهديد، والضغط زاد عليه أكثر. الشرطة بدأت تحقق مع الجيران، واكتشفوا إن علاقتهم من بره مثالية، لكن من جوه فيها كراهية. وكمان عرفوا إن عنده عشيقة. في نفس الوقت سون مي خافت الخطة تتكشف، وطلبت منه يتخلص من النبيذ فوراً، لكنه تفاجئ بالشرطة جاية تفتش البيت بسبب بلاغ عن تسميم، وحاول يخبي الدليل، لكن اتكشف واتقبض عليه بعد ما لقيوا آثار دم لامرأته في عربيته. لكن فجأة توصله رسالة جديدة فيها فيديو لمراته وهي مختفى، وده أكد إنه مش هو اللي ورا اختفائها. عشان ينقذها جهز الفدية وراح المكان المحدد تحت مراقبة الشرطة، لكن الخاطفين كانوا أذكى، وكل مرة يدوله تعليمات جديدة، لحد ما استخدموا درون لنقل الفلوس، والشرطة حاولت تتبعهم. لكن في النهاية لما قبضوا على واحد متخفي اكتشفوا إن الشنطة فيها ورق عادي مش فلوس، وده كان مجرد جزء من لعبة أكبر بكتير. الضابط بارك كان مقتنع إن يان له علاقة باللي حصل، فواجهه وسأله إذا كان عمل كده عن قصد، لكن يان طلع له الرسالة اللي سابها الخاطفين، واتضح إنهم طلبوا منه يحط الفلوس في صندوق زبالة وبعدين يبدلها عشان الشرطة ما توصلش ليها. ومع كده الشرطة ما كانتش متأكدة تصدقه ولا لأ. يان استنى لحد الليل ومراته ما رجعتش، فبدأ يتفرج على فيديو فرحهم القديم وحس بالذنب فجأة، وبشكل غريب حاول ينتحر، لكن الشرطة لحقته في الوقت المناسب وأنقذته. في نفس الوقت مراته اتلاقت عند النهر، وهنا
فضله طلع إن جاك كينج هي اللي خططت لكل ده، هي اللي جرحت نفسها وسابت الدم على الأرض ومسحته بإيديها وهي لابسة جوينتي، وبعدها شالت الجوينتي وعملت آثار في الدم، وحتى لبست جزمة جوزها وسابت بصماته. وبعد ما خلصت كل ده لبست أسود وخرجت، لكنها ما بعدتش، استخبت في جنينة البيت. هي ما كانتش ناوية تعمل كده، لكن جوزها تمادى جدا، خصوصا بعد ما أهلها ماتوا، واكتشفت إنه كل يوم بيرجع وهدومه فيها ريحة بارفان، فبدأت تراقبه لحد ما عرفت علاقته بسون مي، واستنت لحد ما نام وفتحت موبايله ببصمته، واتصدمت لما عرفت إنهم بيخططوا ياخدوا ورثها. هي كانت زمان تحدت أهلها واتجوزته رغم رفضهم، وكانت مقتنعة إنه بيحبها بجد وساعدها ينجح، حتى استثمرت في الكافيه بتاعه، لكنها اكتشفت إنه بيخونها وناوي يقتلها. رغم كده فضلت هادية ودخلت شقة سون مي بالمفتاح اللي لقيته، وشافت السرير وصورتهم مع بعض، لكنها ما ضيعتش وقت وركبت أجهزة تثبت في الساعة وفي الفيشة، وبالفعل سمعتهم وهم بيخططوا يسمموها. ومن اللحظة دي قررت تنتقم. لما جوزها رجع وشاف الدم كانت بس عايزة تشوف رد فعله، وكانت فاكرة إنه لسه بيحبها، لكن لما شافه فرحان وبلغ الشرطة اتأكدت إنه لازم تنتقم، فقامت خلعت ضفر من إيدها بإيديها وسابت دم في عربيته وبعتت ليه الضفر كتهديد. وبعدها سجلت فيديو وهي كأنها مخطفة وطلبت الفدية، وكانت مستمتعة وهي شايفه مرعوب. وبعد ما أخدت الفلوس قررت تنهي اللعبة، لكنها في نفس الوقت بلغت عنه إنه حاطط سم في النبيذ عشان توقع بينه وبين عشيقته وترجعه ليها، خصوصاً إنها كانت مبدلة النبيذ المسموم من الأول. وفي الآخر ظهرت عند النهر كأنها ضحية ورجعت مكانها في حياته، وكأنها بتراهن إن حبهم القديم يرجع. يان جري على المستشفى وهو باين عليه القلق الحقيقي، وهي فهمت إن خطتها نجحت، لكن التحقيق لسه مخلصش، لأنها قالت إنها ما شافتش الخاطفين. الشك اتشال عن يان، لكن الضابط بارك قال إنه نتيجة تحليل النبيذ لسه ما ظهرتش، وده خلاه يتوتر. وفجأة عرفوا إن مفيش سم أصلاً، فارتاح. لكن الضابط لاحظ فرحته وبدأ يشك أكثر. الضابط وصل لسون مي وعرف إن المادة اللي عندها ممكن تبقى سامة، لكنها حاولت تبرر، وده خلاها تشك إن يان وما نفذش الخطة. في نفس الوقت يان كان بيهتم بمراته جدا، لكن المفاجأة جت لما أخوها اكتشف بأجهزة إن في حاجة غريبة في البيت، وده خلى يان يبدأ يشك. بعدها ظهروا في الإعلام كأنهم زوجين مثاليين، لكن جاك كينج كانت بتبتسم ابتسامة شريرة. سون مي لما شافت اللقاء اتعصبت وكسرت الساعة، واكتشفت جهاز التنصت جواها، وساعتها فهمت إن كل اللي حصل كان خطة من الزوجة نفسها. في اللحظة دي كان واضح إن الزوجين رجعوا لبعض كأن مفيش حاجة حصلت، لكن كل واحد فيهم كان مخبي نوايا تانية. جان كينج كانت حاسة بالرضا في الوقت ده، وفجأة افتكرت إن لازم ترجع أجهزة التنصت، وبعد شوية وهي فاكرة إن جوزها بيستحمى راحت وشالت الجهاز من الفيشة من غير ما تعرف إن يان شياو أصلاً ما كانش بيستحمى، لكنه كان بيراقبها في السر. زي ما جانج بوم قال، البيت كان فعلاً فيه تنصت، لكن يان ما واجههاش فوراً لأنه كان شاكك إن في حاجات تانية مستخبية عنه. جان كينج ادت له ومثلت إنها مش فاهمة وسألته عنه، وده خلاه يشك أكتر، خصوصاً إن الخاطفين لسه ما اتقبضش عليهم. قبل ما يمشوا رجعوا يمثلوا إنهم زوجين مثاليين، لكن يان فضل شاكك فيها، فرجع البيت فجأة من غير ما يستخدم الباب الرئيسي، ودخل يتسلل ويراقبها وهي تتصرف بشكل طبيعي، وعارف إنها رايحة لدرس اليوجا بعد كده. جان كينج كانت طبيعية جدا لما وصل الكافيه، لكن سون مي جريت عليه بالعربية وطلعت جهاز التنصت وقالت إنها لقيته في شقتها. وبالنسبة للنبيذ المسموم محدش يعرف عنه غير يان وسون مي، وهي بدأت تشك إن جان كينج بتنتقم، لكن يان كان رافض الفكرة. ومع كده كلام سون مي خلاه يرجع يشك فيها، فقرر يدور على دليل وهو في البيت وهي بتستحمى. في نفس الوقت الشرطة لسه ما لقتش الخاطفين اللي خدوا الفدية، ولما تتبعوا الدرون اكتشفوا إنه مشتري باسم واحد اسمه رومين، وكان معجب بمراته من زمان وزميلها في الجامعة، وكان ضحى بفرصة سفر عشانها وبقى مهووس بالرسم، فشكوا إنه ممكن يكون هو الخاطف. لكن الغريب إنه مش هو اللي استلم الفلوس، فكان واضح إن في شريك معاه.
يان بدأ يشك إنهم ممكن يكونوا متفقين يلبسوه التهمة، وفي اللحظة دي الضابط بارك واجهه وسأله ليه رمى زجاجة النبيذ المسموم، لكن يان فضل مصر إنه ما سممش أي حاجة. الضابط بارك ما اقتنعش بكلام يان، ولما رجع البيت بدأ يدور على أي دليل، ورغم إن الكاميرات ما وضحتش مين أخد الفلوس، لكنها بينت واحد لابس معطف أسود، ففتش في هدومه عليه بس ما لقاش حاجة. تاني يوم الصبح سون مي اتعرضت لموقف وحش لما زبونة اشتكت من ريحة الأكل وهدمتها، فلجأت ليان عشان يساعدها من غير ما تعرف إن الست دي تبقى أخته، ولما موقفش جنبها اتعصبت وقررت تمشي. في اللحظة دي الشاف قال إن جان كينج وصلت، ويان اتوتر جدا لما شاف مراته، وسون مي مشيت بحجة عندها ظروف، والاتنين كانوا بيتعاملوا بلطف قدام بعض، بس كل واحدة مخبية نيتها. بعد كده وهم بينظفوا المكان، سون مي كانت بتراقب من بره ومليانة غل، ويان بدأ يحتار أكتر في تصرفات مراته، ولما بص لقى سون مي غضبانة، لكن مراته كانت بتبتسم بثقة غريبة، وده خلاه يحس إن في حاجة غلط. بالليل وهو فاكرها نايمة، حاول يلاقي زجاجة النبيذ اللي سممها، لكنها ظهرت فجأة وواجهته، وساعتها فهم إنها كانت عارفة كل حاجة من البداية. سألها إذا كانت بتنتقم منه، واعترفت فوراً، وقالت له إن هي اللي دبرت موضوع الخطف كله، فحاول يبلغ الشرطة، لكنها هددته إنهم هيعرفوا إنه سمم النبيذ، لكنه أنكر، فقالت له إنها هي اللي بدلت الزجاجة عشان الشرطة ما تكتشفش، وإنها ممكن تسلمها في أي وقت. حاول ياخدها منها وبدأوا يتخانقوا، لكن قالت له إن الزجاجة دي مش المسمومة أصلاً، وكانت عايزاه يعيشوا وكل واحد يخبي سر التاني، لكنه شافها مجنونة. فجأة جاله تليفون والشرطة كانت راحت لمرسم رومين وما لقيتهوش، وهو كان مستخبي، وبالليل المكان اتحرق وتشك إنه اتقتل، ويان أول حاجة شك فيها إن مراته ورا الموضوع. تاني يوم وهو بيتفرج عليها بتطبخ بدأ يخاف تكون قتلت رومين بجد، فساب الأكل وخرج بسرعة، لكنها أجبرته ياكل. بعد كده مثل إنه ماشي لكنه كان بيراقبه، وشافها خارجة بشنطة كبيرة، فشك إنها شايلة الفلوس، وفضل ماشي وراها لحد ما دخلت حمام عام وغيرت هدومها. بعدها راحت لمحل قهوة، وهناك شاف رومين بنفسه ومعاه صندوق فيه الفلوس، فتبعه، لكن صادف مراته فجأة فاختلق حجة ومشي. رجع واتفق مع سونمي ياخدوا الفلوس سوا، وفي نفس الوقت رومين خبى الفلوس في أوضة فندق. جيم كينج بعد كده قالت ليان إن رومين هو اللي معاه الفلوس وإنه بيهددها، لكنها اختارت جوزها، ويان مثل إنه بيطمنها، لكنه راح يتفق مع سونمي على خطة ياخدوا الفلوس وخلوها تغير موبايل مراته عشان يوقعوا رومين. لكن فجأة رومين ظهر، وسونمي حاولت تقرب من يان، لكنها ورته إن في جهاز تنصت وإنهم مراقبين. جان كيني لما رجعت لقت موبايلها مش موجود، فشكت إن في حاجة غلط، وكلمت جوزها وهو كدب عليها، لكنها طلبت منه يجي ياخدها. في نفس الوقت رومين كان متوتر وطلع حاجة من عربيته هتغير كل حاجة بعد كده. فجأة رومين هاجم يان واتخانقوا، ومراته تدخلت، ومن كلامهم فهم إنها ورا كل حاجة، فرجع البيت وكلم سون مي وعرف مكان رومين. بعدها خبى موبايل مراته، لكنها لاحظت وأخدته من غير ما يبان. لما سمعت الرسايل فهمت إن في خطة ضد رومين، راحت شالت الكاميرا من العربية وراحت لواحد اسمه تشونو وقالت له إن اللي حصل لسه البداية، وهو لمح لسكينة وكأن مهمة رومين خلصت. بعد كده طلبت من رومين يعمل آخر حاجة ليها. في نفس الوقت سونمي دخلت شقة رومين ولقت الفلوس، لكن واحد كان بيراقبها، ومع حركة الموبايل اتكشف مكانها، لكنها هربت بعد كده. يان راح شقة رومين، لكن الصندوق كان فيه بن بس، لأن جان كينج كانت سبقته وخبت الفلوس وخبتها، وكانت بتختبره تشوفه هيعمل إيه عشان الفلوس. بعدها الشرطة وصلت لأن رومين مات بطريقة مغامضة، ويان حاول يهرب لكن الشك وقع عليه. ولما الشرطة عرفت بموت رومين بدأت تحقق، ويان هرب عند سونمي، لكن الشرطة اقتحمت المكان وهو هرب من التهوية. بعدها مراته ظهرت له وطلبت يمشي معاها عشان ما يتقبضش عليه. في الكافيه واجهته وقالت له إنها ممكن بسهولة تلبسه قضية، ولما الشرطة وصلت قالت له يسكت لحد الساعة 4، وبالفعل أنقذته بقصة خلت موت رومين يبدو انتحار. بعد كده يان اكتشف مكان الفلوس في مخزن القهوة، لكن مراته قالت له إن رومين ما ماتش انتحار، وإن في حد تاني ورا كل ده، لكنه كان مهتم بس بالفلوس. وفي لحظة وهو بيخطط يهرب مع سونمي حد ضربه ووقعه، ومراته فهمت إن أخوها هو اللي أخد الفلوس، وفعلا حصلت خناقة بينهم وخد جزء من الفلوس وهرب. وفي النهاية لما سونمي وصلت كانت الفلوس اتفرقت، لكن المفاجأة إن سونمي خانت يان وخدت الفلوس وهربت لوحدها.
رغم غضبها، جان كينج حاولت تهدي جوزها، لكن يان ما كانش سهل يضحك عليه لأنها كانت فاكرة كويس إنها قطعت ورقة تسليم حبوب القهوة ورمتها في الزبالة، لكن فجأة اختفت، فتوترت وركبت تاكسي بسرعة ومشيت. ولما يان شاف كده ارتاح شوية، وسون مي كانت فرحانة وبتحلم يسافروا فين بعد كده، من غير ما تعرف إن جان كينج وصلت لمورد القهوة وعرفت إن حد جه بورقة ممزقة، وطلع الشخص ده جان اللي كان مبسوط إنه أخيراً بقى معاه فلوس يرجع يقامر بيها، لكنه ما كانش متوقع إنه هيغلط في الشخص الغلط. جان كينج لبست جوانتي وجابت حقنة وسحبت شوية من النبيذ الأحمر بتاعها اللي هو نفسه اللي يان كان سممه قبل كده، وحطت السم على حلويات صغيرة ورمتها في حوض السمك، وخلال ثواني السمك مات. وبعدها راحت لجان وإدت له حلويات، وهو كان فاهم هي جاية ليه، لكنه رفض يرجع 50 مليار، فمشيت من غير كلام. وبعدها جان جاله اتصال منه وهو مرعوب وبيسأله إذا كان خانه، من غير ما يعرف إن جان كينج كانت لسه قريبة وسمعت كل حاجة وعرفت إنهم متفقين مع بعض. فحسوا بالخطر وقرروا يان وسون مي يجمعوا الفلوس ويهربوا بره البلد، لكن قبل ما يمشوا شافوا سون مي جاية، ولما جان كينج سألت جوزها رايح فين، سون مي ردت إنهم رايحين يشتروا قهوة، وجان كينج سكتت وما فضحتهمش. وسون مي كانت فاكرة إنهم خلاص بقوا أحرار، لكن جان كينج كانت بتحضر خطتها. راحت المدرسة تاخد بنت أختها بعد الدرس وقالت لها يخرجوا يتمشوا. بعدها جان جاله رسالة غريبة، فكلم مراته السابقة اللي قالت له إن بنته خرجت مع خالتها جان كينج، فقلق. وبعدها جان بعتت له تطلب تبادل، فتردد، لكنها بعتت له صور بنته كأنها مخطوفة. في نفس الوقت يان وسون مي دفنوا الفلوس وحضروا يسافروا، وفجأة يان جاله اتصال من أخو مراته بيزعق له وبيقول له يجيب الفلوس فوراً. ولما شاف صورة بنت أخوه مخطوفة خاف وطلع الفلوس تاني، وسون مي اتكسرت. لكن لما جان شاف بنته اكتشف إنها كانت بتهزر، والبنت قالت إنها كانت بتلعب مع خالتها. يان اتضايق إن مراته ضحكت عليه، وجان قال له يروح يصالحها. ولما رجع البيت افتكر نظرتها وقرر يعمل حاجة. دخل لقاها مستنياه وقعد عادي، وهي صبت له نبيذ واتهمته بالكذب عشان الفلوس، فقال لها إنه مش عايز الفلوس وطلع ورقة طلاق، فغضبت جدا. وبعد ما جهز شنطته كان ناوي يمشي، لكنها حاولت توقفه فضربها ووقعت مغمى عليها وحطها على الكنبة، وكان لسه عايز الفلوس. ولما راح ياخدها ويسافر مع سون مي شافها مع جاره في علاقة، فاتجنن وصورهم وحط الصور في صندوق بريد الجار. وقبل ما يمشي الشرطة وصلت لأن في بلاغ إن بيته اتسرق والبيت كان متبهدل، فخبى ورقة طلاق بسرعة. وجان كينج كانت لسه فاقدة الوعي، وبعد شوية أخدوها بالإسعاف والدكتور قال إنها مستقرة وعايزة وقت تفوق. استغل يان الفرصة ورجع البيت بسرعة، ولما لقى الفلوس موجودة ارتاح، لكن سون مي وصلت وقالت له تسيب الفلوس معاها للأمان، فافتكر خيانتها واتخانقوا، واكتشفوا إن الشنطة مليانة ورق بس. وتاني يوم جان كينج فاقت وما فهمتش ليه في المستشفى، وبعد الفحص طلع عندها فقد ذاكرة مؤقت وذاكرتها واقفة عند يوم جوازها. جان كان شاكك فاختبر جا كينج، لكنه في الآخر ما قدرش يتأكد إذا كانت فعلاً فقدت ذاكرتها ولا لأ. وبعدها خرجت من المستشفى وما كانتش مصدقة قد إيه بيتها كبير ونظيف بشكل غريب. ويان كان مستغرب تصرفاتها، وفجأة ذكرياتها بدأت تتلخبط، ولما قربت من السلم افتكرت حاجة بشكل مشوش، بس ما قدرتش تفتكر وش الشخص. كل اللي فاكراه إنها وقعت من على السلم. فيان ساعدها تدخل ترتاح في أوضتها، واستغربت ليه في سريرين، فقال لها إنها هي اللي كانت مصرة يناموا منفصلين، وما فهمتش ليه طلبت كده. وأثناء ما كانت بتغسل سنانها يان كان بيراقب هل لسه عندها هوس النظافة، لكنه اتفاجئ إنها ما اتضايقتش من شكله، والاتنين معرفوش يناموا فشربوا مع بعض. ويان استغل الفرصة واختبرها وقال لها على زجاجة نبيذ مخبياها، وفعلا راحت تدور لحد ما لقيتها في زرعة، فتأكد إنها نفس الزجاجة المسمومة، وحاول يختبر ذاكرتها أكتر. ولما كانت هتشربها من غير تردد جري بسرعة ومنعها، وساعتها صدق إنها فعلا فقدت ذاكرتها. لكن تاني يوم بعد ما ودعته للشغل اختفت ابتسامتها وافتكرت حاجة مهمة جدا، وبدأت تدور في البيت بجنون، لكنها ما كانتش فاكرة بتدور على إيه. وفجأة لقت شنط مألوفة، ولما فتحتهم لقيتهم مليانين ورق،
افتكرت إن جوزها كان بيتخانق معاها وعايز يطلقها، وإنها حاولت توقفه لكنه ضربها بصاعق كهربائي وأخد الفلوس من غير ما تعرف إن الفلوس كانت اتبدلت من زمان. وفضل السؤال في دماغها، الفلوس راحت فين؟ وبصت على السلم وذكرياتها رجعت للحظة وقوعها، بس ما قدرتش تفتكر مين اللي زقها. على الأقل كانت رجعت نص ذاكرتها ورجع هوس النظافة عندها، لكنها كانت بتمثل قدام جوزها إنها عادية عشان ما يشكش. لكن في يوم وهو بيغسل سنانه لاحظ إن الحوض نظيف زيادة عن اللزوم، فشك فيها. وتاني يوم ساب محفظته في البيت وقعد يراقبها من بره، وفعلا شافها بتنظف البيت، فبعت لها إنه راجع ياخد محفظته. فقامت بسرعة رجعت الزبالة على الترابيزة، وهو ما فهمش ليه بتمثل. وبعدها راحت المخزن كأنها بتدور على حاجة، فبدأ يشك وسألها إذا كانت بتدور على القهوة، فردت عليه وسألته إذا مش عايز يعرف الفلوس فين، فقال لها إنها رجعت ذاكرتها وجرى يدور قبلها. فساعتها فهمت إنه هو كمان مش عارف مكان الفلوس، فاقترحت يتعاونوا يلاقوها. وبعدها عملت عزومة في البيت بمناسبة ذكرى جوازهم السادسة، وخلال الأكل فتحت موضوع الفلوس عشان تشوف ردود فعلهم. وفي الحمام سألت الطباخ إذا كان هو اللي أخدها، فرد باستغراب وقال إنها هي اللي طلبت منه يخبيها. واتضح إنها بعد ما جوزها ضربها فاقت بسرعة وخدت ورق الطباق وحطته، وكلمت الطباخ الأمين وخلته يحمي فلوس، وحطت له قناع وخلته يزقها من على السلم. وساعتها افتكرت كل حاجة، وكل الحوار ده يان سمعه، لكن فقدان الذاكرة ما كانش جزء من خطتها. ولما الحقيقة ظهرت، يان استغل ذكرى الجواز وطلب الطلاق. وقبل ما يمشي جا كينج ادته شنطة وقالت له دي هدية، وهو افتكرها زبالة، لكن لما فتحها لقى فلوس وفرح جدا وحجز فندق فاخر، بينما هي كانت بتفطر عادي كأن مفيش حاجة. وهو كان مبسوط وسط الفلوس، لكن ما كانش متخيل إنها راحت لسونمي بنفسها تعرض عليها جوزها. وفي يوم وقع صورة جوازهم ولاحظ صورة تانية لمراته مع راجل، وافتكر تحذير أخوها، واكتشف إن الراجل اسمه تشونهو وكان مدرسها. وراحوا يدوروا عليه في بار لكنه ما كانش موجود، فدوروا لقوا صندوق فيه أدلة وصورة ليهم، فاتصدم إن مراته كانت بتخونه. وسونمي قابلته وسألته عن الفلوس وورته تسجيل صوتي يوضح إن جا كينج كانت ناوية تقتله وعاملة تأمين عليه، وكانت عايزة تتفق معاها، لكنها قالت إنها كانت بتخدعها. وبعدها جاله رسالة من مراته تطلب يتعشوا مع بعض آخر مرة قبل الطلاق، فساعتها فهموا إنها كانت عايزة تسممه. وسونمي قالت له يواجهه بنفس الطريقة، وكانت مجهزة سم. ولما رجع البيت الاتنين حضروا الأكل وكل واحد عنده خطة، وجا كينج أكلته فراولة لكنه خاف وغسلها كتير قبل ما ياكل، وبعدها هي حطت السم في الأكل وهو شاف. ولما قعدوا ياكلوا هي اعترفت إنها سممته وكانت عايزة تموت معاه، لكنها ما قدرتش، وقالت له ما يشربش النبيذ اللي هتجيبه سونمي. وفجأة الجرس رن وجت سونمي بالنبيذ، وجا كينج اعتذرت لها وقالت ننسى كل حاجة، لكن سونمي غضبت وأكلت من الأكل المسموم ووقعت. ولما حاولوا يتصرفوا جه جان، فجا كينج خلت جوزها يشغله وهي تتصرف بالجثة. ولما دخل شك إن في حاجة غلط لكنه ما لقاش حاجة، ويان حاول يخفي الأدلة بسرعة. ولما جان كان هياكل يان منعه، وده زود شكه أكتر، ولاحظ كمان بقع دم على الكرسي. كان بيفكر جا كينج راحت فين، وفي نفس الوقت جا كينج مشغولة بتتخلص من جثة سونمي وبعدين سقتها بعيد عن المكان، لكن كل اللي حصل ده كان متشاف من جار فوق. وبعد ما ودع أخو مراته يان كان متوتر جدا وبيفكر مراته عاملة إيه. وفي نفس الوقت جا كينج وصلت لمكان معزول وكانت متأكدة إن دفن سونمي هناك آمن تماما. ولما يان دخل الجراج شاف مراته متغطية دم فخاف جدا، لكنها طمنته وقالت له كله تمام. ومن غير ما ياخدوا بالهم كان في حد بيتجسس من بره. وتاني يوم جا كينج استخدمت جهاز كشف ومسحت البيت، وفجأة الجهاز صفر واكتشفت حاجة غريبة جنب فيشة كهرباء، وكان واضح إن في حد بيراقب البيت. ولما كانت بتودع جوزها لقت جواب في صندوق البريد، الجواب كان باسم رومين، ويان اتوتر لما قراه.
وجا كينج دخلته بسرعة البيت واتصدم إن في عدو مجهول قريب منهم، والجواب كان بيهددهم إنهم لازم يسلموا 50 مليار وإلا سرهم بخصوص سونمي هيتكشف. وجا كينج قالت لجوزها يرجع الشغل عادي وطمنته وقالت له يدفعوا الفدية وخلاص، لكنها في الحقيقة كانت شاكة في حد ومخبية ده عنه. وبعدها راحت لبيت جان وورته الجواب، لكنه أنكر وقال إنه ملهوش دعوة، وهي حست إنه مش بيكذب. لكن جهاز الكشف أكد إن البيت فيه تجسس، وده معناه إن اللي ورا الموضوع عارف كل حاجة عنهم. وفي نفس الوقت يان راح بيت سونمي يجيب الفلوس حسب كلام مراته، ويمكن بسبب إحساسه بالذنب ناحية سونمي بدأ يهلوس، وفجأة الشرطة لقته. والضابط بارك فهم الحالة وفهم إنه متعرض لصدمة. وفي نفس الوقت جا كينج كانت بتفكر إزاي تطلع العدو ده، ويان وهو باصص على صورة سونمي فجأة اعترف بموت سونمي. وفي طريقه للقسم طلب ينزل بحجة يدخل الحمام، لكنه ركب عربية مستنياه وكانت مع تشونهو الراجل اللي ليه علاقة غامضة بمراته. ويان كان وصله رسالة إن اللي بعتها شاف موت سونمي، ولو عايز يعرف مين هو يركب العربية السوداء قدامه، لكنه ندم وطلب منه يوقف العربية. لكن تشونهو شغل تسجيل فيه كل حاجة. التسجيل كان فيه صوت مراته وهي بتتخلص من الجثة، وكمان كلامها مع سونمي عن اتفاقهم. ومن التسجيل فهم إن مراته لفقت كل حاجة. وبعدها تشونهو وداه مكان فاضي وقال له إن سونمي مدفونة هناك. ويان سأله ليه بيقول له كل ده، فاداله شنطة وقال له دي فيها الأدوات اللي مراته استخدمتها. ويان سخر وقال أكيد مراته ما تعرفش إنه خانها، فرد عليه وقال له دلوقتي أنت الوحيد اللي عارف جريمة مراتك، وسابه يقرر يعمل إيه. وفي نفس الوقت جا كينج كانت بتحاول تكلم جوزها ومش عارفة توصله وبدأت تقلق. وفجأة يان راح القسم يسلم نفسه، لكن المرة دي كان معاه شنطة وقال إن سونمي ماتت على إيد هو ومراته وقدم الأدلة. لما ظهر الأحذية يان قال إن مراته كمان قتلت رومين، لكن تحقيق الضابط بارك كشف إن دي مش أحذية جاك، واستنتج إن الأحذية على الأرجح كانت بتاعة المشتبه فيه اللي قتل رومين، وقال المشتبه فيه ممكن يكون قريب منك جدا. وفجأة ظهرت سون مي قدامه، وده صدم يان شا جدا. عشان ما الشرطة ما تشكش فيها، سون مي قالت إنها بس طفت الموبايل بعد جدال. وبعد ما مشيت يان اتغاظ جدا لأنه عمره ما كان متخيل إنهم هيغفلوه كده. وفي نفس الوقت خطة جا كينج أخيراً كشفت الشخص اللي بيراقب بيتها، وطلعت الجارة بتاعتها يون هاي، لكنها ما فضحتهاش. واتضح إن يون هاي كانت عايزة 50 مليار كاش في بيت جا كينج. يون هاي كان ليها جوز أصغر منها اسمه مينكو، وكان في البداية مخطط يشتغل مع سون مي عشان ياخدوا الفلوس. لكن سون مي اكتشفت فجأة إن مينكو ويون هاي زوجين وهميين. مينكو كان مجرد حبيب يون هاي، وكمان كان بينهم عقد طويل المدة، لكن يون هاي ما كانتش بتديله مرتبه من شهور. فمينكو قرر يلاقي طريقة تانية عشان يربح فلوس، وركب كاميرات مراقبة في بيت جا كينج، واكتشف بالصدفة إنهم قتلوا شون مي. بعدين حط خطاب ابتزاز في صندوق البريد، لكن مراته المزيفة شافته وابتدوا يتكلموا مع بعض. يون هاي اعترفت إنها قتلت رومين، لكن مينكو كان عارف، ومن هنا بدأ مينكو يركز على يان وزوجته. طلع إن يون هاي لقت مكان رومين من دليل، لكن قبل ما تلاقي 50 مليار رومين رجع، وفي خوفها رمت صورة جا كينج من الشباك، وده أدى لموت رومين بالغلط. وبعدها اتفقوا مع بعض عشان ياخدوا 50 مليار. وفي اليوم ده جا كينج كانت بتخبز كعكة بعناية، وبعدين كلمت الفشها وقالت عملت لك كعكة لذيذة. وده خلى يون هاي تتصدم وتتصل بمينكو، لكنه كان بره بيدور على أدلة ومردش، فسابت له رسالة. وفي اللحظة دي رن جرس البيت فجأة، وجا كينج جات بنفسها ومعاها الكعكة. ويون هاي حاولت تسيطر على نفسها، وبعدين جا كينج سألتها إذا شافت مين اللي ساب الخطاب اللي فيه تهديد، وكانوا حتى بيهددوا حياة سون مي. يون هاي مثلت إنها مش فاهمة، وجا كينج كشفت إن سون مي مش ميتة خالص، وكانت مسرحية عملتها مع سون مي. سون مي مثلت إنها بتاكل الأكلة السامة، وبعدين بلعت بلازما الدم قبل ما تعض قطعة وتبصقها، وخدعت يان. ووصول جان المفاجئ كان جزء من الخطة،
جا كينج صرفت زوجها ومسكت جان عشان هي وسون مي ينظفوا المكان بسرعة، وتنسيقهم كان ممتاز، والهدف الوحيد لسون مي كان الفلوس. وبالمفتاح الاحتياطي رجعت 50 مليار من عربية يان. ولما رجعوا البيت يان شا اتغاظ لأنه اتخدع، وفجأة شاف خطاب على الطاولة بيطلب منه يحضر 50 مليار كفدية لمراته، ولو اتصل بالشرطة مراته هتموت. لكنه ما صدقش ده. بعد ما جا كينج ضغطت على يون هاي تسلم نفسها، وبعدها يون هاي حاولت تتعدى على جا كينج بسكاكين، ويان شا كان لسه فاكر مراته بتلعب فيه، واللي خاطف جا كينج كانت يون هاي. وفي الوقت اللي يان كان معصب في البيت، فجأة الشرطة وصلت، لكن مش كانت بتدور عليه، كانت عايزة تعرف ليه الجيران مش موجودين. ولقوا بصمات يون هاي على صورة رومين، وده خلى يان شا يحس إن في مشكلة، وأخد ورقة الفدية اللي رماها. ولما كان هيفسرها للشرطة، مينكو حط سكينة على رقبته، واضطر يمشي على تعليماته ويقول للشرطة إن الجيران سافروا. وبعد ما الشرطة مشيت، يان شا فهم أخيراً إن مراته كانت مخطوفة فعلاً. مينكو طلب بسرعة الفلوس، ويان وداه للجراج وقال له الفلوس في الشنطة، لكنها كانت فاضية. وخاف جداً وقال له مينكو غالباً الفلوس أخدتها سون مي، وسون مي فعلاً أخدتها. ويان مسك مضرب جولف قريب، وبعد مواجهة استغل الفرصة وهرب من الجراج. ومينكو اتصل بيون هاي وقال لها تتحرك فوراً، وهربوا. ويان وصل له مكالمة من رقم مجهول، وكان تشان هو، وقال له إنه استلم خطاب من مراته. لكن يان شا رفض يصدق، وتشان هو قال صدق أو لأ ده راجع لك. وبصراحة تشان هو لسه استلم الخطاب، وجه فيه لو حصل لي أي حاجة سلم الخطاب لجوزي وقول له كل الحقيقة. وبعدها يان لحق تشان هو وشك إن تشان هو وجا كينج مخططين مع بعض، وتشان هو سلم الخطاب ليان، وده خلاه يقعد يحدق في الحاجات. مراته سابته وكان قريب ينهار، وخرج بسرعة من المكان. وفي نفس الوقت جا كينج صحيت ولقى نفسها في بيتها، ويون هاي عارفة إن أخطر مكان هو الأأمن مكان. ويان تشا دلوقتي مستني خطوة الخاطف الجاية. وبعدها استلم رسالة وفتح الفيديو، شاف مراته ضعيفة بتودعه أخيراً، وقلقه كان شديد، لكن الخاطفين كانوا عايزين الفلوس بس. فنادى سون مي، خدت الفلوس من العربية؟ هي مش فاهمة، ويان تشا طلب منها تسلفه، لكن سون مي اعتقدت ده خطة تانية من جا كينج. ويان تشا أصر إن جا كينج كانت مخطوفة فعلاً، وسون مي طمنته وقالت له إنها بس استنته في المحل. وفجأة دخل راجل كان مينكو، ولما يان ركض للمحل لقى سون مي مربوطة، وال50 مليار أخدها مينكو. لكن لحسن الحظ كانت جرحت رجل مينكو بالمقص، فما قدرش يبعد. أكيد مينكو كان متأذي جدا، ويون هاي جهزت برميل بنزين، ومينكو شد يون هاي وقال لها معاه الفلوس، لكن يون هاي قالت له خد الفلوس واهرب. ومينكو اتلخبط. وفي نفس الوقت يان كان بيدور على مينكو بجنون، وفجأة لاحظ خواتم على إيد مراته في فيديو الخطف. واحد منهم كان ختمه، وكان رماه في البيت قبل كده، وعرف فوراً مكان مراته. وفي اللحظة دي يون هاي كانت بتشعل البيت بالبنزين، وبعدين مسكت ولاعة، بس يون هاي توقفت ويان اندفع. جا كينج أشارت لجوزها يهرب، لكن يان تشا ما قدرش يسيب المكان. وبإلحاح من جا كينج شاف يان تشا مطفئة حريق في الدولاب. في اللحظة دي مينكو وصل وحط سكينة على رقبته تاني. يون هاي عمرها ما كانت متخيلة إن مينكو هيرجع، ناهيك عن إنه يأمرها تاخد 50 مليار وتخرج بيها. جا كينج ابتسمت بمرارة، متفجئة إن الزوج المزيف ده ممكن يكون عنده مشاعر حقيقية تجاه يون هاي. يون هاي من الغضب رمت الولاعة، والنار انتشرت بسرعة، لكن لحسن الحظ مينكو طفى النار في الوقت. مينكو نصح مراته إنها ما تزودش غلطاتها، لكن يون هاي المأخوذة بالجنون ما اهتمتش، مسكت الخنجر من على الأرض وحاولت تهاجم يان تشا، وجا كينج دفعتهم بقوة وأسقطت الشموع على الطاولة، والنار انتشرت بسرعة. لكن لحسن الحظ بعد فترة تعافي جا كينج رجعت طبيعية تماماً، ما عدا صعوبة بسيطة في المشي. الغريب إن الشرطة عمرها ما لقيت يون هاي ولا مينكو. يان تشا نجا من الطعن، وبعد ما البيت اتحرق راحوا الاتنين للبيت الريفي بتاع أم جا كينج.
وفي الوقت ده سان مي حصلت على اللي كانت عايزاه، وجا كينج أهدتها المقهى. دلوقتي أكتر حد بيعاني كان مينكو، لأن الشرطة عمرها ما بطلت تدور عليه ويون هاي. كانوا عايشين دايما هاربين. يوم من الأيام يان تشا استلم إيميل من أمريكا، واتفقوا يقابلوا المرسل. الشخص ظهر معاهم ببعض المستندات وخلاهم يمضوا عليها. يان تشا اتصدم، والشخص التاني قال له بما إن فلوسك اتسرقت والبيت اتحرق، لك الحق في تعويض كامل. لما سأل عن المبلغ اتصدم لما عرف إنه 16 مليار. يان ما صدقش، لكن جا كينج فضلت هادية. بعدين الشخص ده فاجئه بخبر تاني. المستفيد من التعويض كان يان تشا نفسه. لما قرأ الشروط فهم يان كل حاجة فجأة. مراته عمرها ما احتاجته، كانت محتاجة راجل. لما يان مضى على الورق خطة جا كينج كلها انتهت بنجاح. لكن يون هاي ومينكو فضلوا هاربين، وطلع إن جا كينج عمداً ولعت النار واقترحت خطة مشتركة. ولما كانوا خارجين طلبت منهم يتصلوا بالإسعاف لنفسها ولجوزها، وقالت مش هبلغ الشرطة، عندكم وقت تهربوا، خدوا 50 مليار على طول. بعدها جه ذكرى جوازهم. جا كينج جهزت نبيذ أحمر مخصوص، والإزازة كانت مألوفة ليان تشا. وفي اللحظة دي كل واحد كان عنده أفكاره الخاصة، ومحدش كشف للتاني أي حاجة. وفي النهاية بعد كل الفوضى والمكايد والمخاطر اللي عاشوها رجعت الأمور توضح. جا كينج أثبتت إنها أذكى من أي حد حاول يوقعها، ويان تشا اتعلم قيمة ذكاء مراته وصبره. اللي حصل خلى كل واحد يعرف مين يستحق ثقته ومين لازم يحذر منه. ووسط كل الخيانة والمفاجآت القوة الحقيقية كانت دايما في دهاء جا كينج وحنكتها في حماية اللي بتحبه. النهاية مش بس قصة عن مال ومكايد، لكن عن ذكاء وإصرار وقدرة على النجاة مهما كانت الظروف. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتوش أي فيديو جديد.